بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنعمل صينية فراخ بالخضار والبطاطس وشوية رز بالشعرية وملوخية، وهتبقى أحلى أكلة، يعني هتنزل في قلبك مش في معدتك. يلا بينا وأوريكم الطريقة ازاي، ونسمي الله ونصلي على النبي. هنجيب الفراخ، هنحطها في محلول عبارة عن ليمون وورق لورا وحبهان وعود قرفة وملح، ونسيبها في المحلول دوت من نص ساعة لساعة، وبعد كده هنشطفها. بعد كده هنقطع البطاطس بتاعتنا والخضار عبارة عن فلفل وطماطم وبصل وجزر، واهم حاجة ننضف الخضار ده كله ونقطعه كله حلقات وسمك بتاع 1 سنتي، علشان ما يتهريش مننا. وده الخضار بعد ما ودي قطعناه الفراخ وحطيناه كله في بعد ما المحلول. غسلتها الفراخ نقعتها في غسلناها محلول ليمون وكانت وورق لوري وهنحط وقرفة. نص الخضار بتاعنا الاول في صينيه بايركس. هنجيب قطع زبده ونحطها، وبعد كده نرص الخضار بتاعنا وننزل عليه بالتتبيله بتاعته، عباره عن ملح وفلفل وزعتر وواحده مرقه دجاج فوريه هنرشها عليها، ونعمل الكلام ده كله ندعكه في بعضه، وننزل عليهم بالفراخ. يعني هنرص والبصل، انا نسيت البصل معلش. نسيت اقطعه، فهنقطعه حلقات برضو، ونرصه مع الخضار والكلام ده كله، وننزل عليه بتوابل. قبل ما نحط الفراخ هنحط شوية ملح وفلفل صغيرين. بعد كده بعد ما نرص الكلام ده كله، هنروح جايبين الفراخ بتاعتنا ونحطها ونرصها. طبعا انا كنت شايل منها الجلد لان انا ما بحبش اكل الجلد، هنرصها رص. الخلطة دي بقى عبارة عن ايه يا جدعان؟ دي كنت اعملها للشاورما، خل وزبادي وتوم بودر وبصل بودر وملح وفلفل وثوم وليمون. عايز اقول يعني ان اشرب التتبيلة دي، والله اشرب عبد الباقي. اللي دم امك ما بحبوش الواد ده. ندخلها بقى في الفرن على درجة حرارة 240 250، أعلى درجة حرارة، 45 دقيقة على بال ما نعمل الرز والملوخية. ماشي، هدخلها الفرن وارجع. يا جماعة هنعمل رز وملوخية. شكرا. يعني مش عارف اقول ايه، لوحة فنية، حاجة كده قمة في الجمال. شوية رز وملوخية وصينية بطاطس بالفراخ. انا سبت الشواية عليها عالية، فايه بقت بالشكل ده. تقدروا تتابعوها ان انا دخلت خدت دش وسبتها.